اليوم أيضا في التاريخ الجزائري حدث مهم جدا وقع قبل، واغتيال خطير جدا وقع قبل 28 سنة بالضبط، وهو اغتيال المطرب القبائلي المشهور معطوب لونس، اللي قتل في مثل هذا اليوم قبل 22 سنة 25 جوان 98. وهذا الاغتيال كان قلب المنطقة يومها، وكان أحدث اضطرابات هائلة نتيجة لما يتمتع به يومها معطوب لونس من شعبية شهيرة جدا جاءت من أغانيه وأشعاره اللي كان يغنيها. واختلفت الآراء، كان هناك 4 فرضيات أساسية في من كان وراء الاغتيال. الفرضية الأولى، وهذه الفرضية اللي قالها نظام الحكم، قالتها السلطة العسكرية، من أن اللي قتلوه هما جيا، هما الجماعة الإسلامية المسلحة هي التي قامت بالاغتيال. الفرضية الثانية هو أن قد تكون الجيا هي اللي قامت بالاغتيال، ولكن بدعم وبتعاون وبتسهيل من جهاز المخابرات، المخابرات اللي كان يقود يومها التوفيق الديو كما يسمى، أو الثنائي توفيق اسماعيل عمري. الفرضية الثالثة أن الاغتيال قامت به المخابرات عبر جماعة اسميا ورسميا تابعة للجيا، مظهريا من الإسلاميين، ولكن عمليا كانت تابعة للمخابرات. والافتراض الرابع أن اللي قام بالعملية هو كتائب الموت، كتائب الموت اللي كانت من حين لآخر تلبس لباس الإسلاميين في لحى معروف. بغض النظر على أي فرضية أقرب، وأنا مع الفرضية الثانية في الحقيقة، وهو أن اللي قام بالاغتيال رسميا وشكليا هم الجيا، ولكن بتسهيل كبير جدا. أنا ما بين الفرضية الثانية والثالثة الحقيقة، سواء كان بتسهيل كبير جدا أو باختراق واضح، فإن معطوب للناس كان يزعج نظام الحكم إزعاجا شديدا. كان عنده خصومات مع الإسلاميين بطبيعة الحال، ولكن كان يزعج نظام الحكم أكثر بكثير. ويومها الجماعات الإسلامية كانت في حالة ضعف وضعف شديد، وكان في نهايتها، يعني الجيا كانت في نهايتها، والرئيس كان قبل ذلك نستطيع أن نقول بين 36 قوس عمل هدنة، والحقيقة كان استسلام من طرف مزرق. لكن ولذلك لم يكن لديهم القدرة حقيقة أن يقوموا بهذا الاغتيال لهذه الشخصية المشهورة. يومها كان أشهر شخصية، ربما ما زال الآن بعد 28 عام يبقى معطوب للناس ربما الأكثر شهرة في منطقة القبيل. طبعا الناس من حقهم يختلفوا مع معطوب للناس، وكثيرين يختلفوا معه ومع مواقفه، ولكن هذا لا ينفي من أنه قتل مظلوما وقتل غدرا. كانت هناك خلافات قوية حتى داخل الأسرة، حيث أن أخته معروف باسم مليكة اتهمت حتى زوجته من أنها تكون متورطة بشكل أو بآخر، ولكن أخته اتهمت أكثر نور الدين عيد حمودة. ونور الدين عيد حمودة لمن لا يعرفه هو كان يرأس ميليشيا إجرامية من أكبر الميليشيات الإجرامية، وكان عضو في الإف سي دي. والإف سي دي يومها كان لديه ميليشيات، منها هذه ميليشيا نور الدين عيد حمودة، واللي ارتكبت جرائم فظيعة جدا في المنطقة وخارج المنطقة أيضا. وأيضا هذا نور الدين عيد حمودة لمن لا يعرفه هو ولد العقيد والشهيد العظيم أميروش رحمه الله. لذلك الأمثلة نتاع، عندنا مثال شعبي يقول لك النار تولد الرماد، تتمثل حقيقة في هذا الشخص، أن رجل عظيم وثائر عظيم ومن أعظم ثوار البلاد، تقبل الله في الشهداء. ولد واحد من أكبر الميليشياويين القتلة في تاريخ الجزائر المعاصر، اللي هو نور الدين. أيا كانت القاتل، المحاكمة بقى 12 سنة، مالك مجنون باش حكموه 12 سنة، يعني اللي متهم بأنه هو القائم بالعملية 12 سنة. وكان أنا كنت تحدثت عن الموضوع هذا أكثر من مرة، لكن تذكرت اليوم أن أنا في 28 سنة تمر اليوم، فكان مهم أن نتحدث عليه، لأن هذا الاغتيال أحدث فيما بعد اضطرابات هائلة في المنطقة، خاصة في منطقة القبائل، وأدى إلى انقسامات أيضا، وانقسامات شديدة. ولكن الرأي العام السائد في المنطقة أن نظام الحكم هو الذي قتله، ولذلك الشعار الأول اللي رفعوه هو بوفوار أساسا. يعني أول ما سمعت الناس في المنطقة من أنه تم اغتيال معطوب للناس، رفع الشعار مرة أخرى بوفوار أساسا، وظل هذا الشعار مرفوعا. وعموم الناس يتهمون نظام الحكم، سواء عن طريق كتيبة موت، أو عن طريق اختراق الجيا، أو عن طريق تسهيل عمل الجيا، بأنها هي التي قامت بالاغتيال. وذرث السلك في الماركان ذك سلف عين الناس.